معقول انهيار وبكاء دينا الشربيني بعد عودة كريم محمود عبد العزيز لزوجته آني الرفاعي؟ طب ايه اللي حصل؟ الطلاق مش إشاعة، وتفاصيل عودة كريم محمود عبد العزيز لزوجته آني الرفاعي زوجته أم بناته. نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة مع زوجته آني الرفاعي في لحظات رومانسية ودافئة برفقة زوجته. نشر الصورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا بحبك، وضع عدد من الايموشن القلب وللإشارة للحب. اعتقد كتير انه بهذا التصرف بينفي هذه الصورة كان في خبر طلاقهم اللي انتشر منذ أسابيع. لا يقوم كريم محمود عبد العزيز ولا زوجته لا بالتأكيد ولا بالنفي، لكن أكدته مصادر مقربة منه. الحقيقة إن كريم محمود عبد العزيز بهذه الصورة لا ينفي خبر طلاقه أو بيقول إنه شائعة، بل يؤكد من خلاله رجوعه لزوجته آني الرفاعي مجددا بعد انفصال سريع دام لعدة أسابيع. كان خلاف كبير وقع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته آني الرفاعي أدى إلى الانفصال بينهم، دون أن يوضح أحد منهم سبب الخلاف. نشروا كتير إن الفنانة دينا الشربيني كانت سبب هذا الانفصال والخلاف بين الزوجين، إنها دخلت في علاقة مع كريم محمود عبد العزيز أثناء مشاركتهم معا في بطولة فيلم الهنا اللي احنا فيه. بعد مشاركتهم في فيلم الهنا اللي احنا فيه اشتركوا ايضا في فيلم طلقني. نفت الفنانة دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم درويش بطولة عمرو يوسف وجود اي علاقة تربطها بكريم محمود عبد العزيز، مؤكدة ان الخبر ليس الا شائعة، وان هي بتفضل التركيز في فنها وعدم الرد على هذه الشائعات التي اعتادت عليها. زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز آني الرفاعي اللي اتجوزها في 2011 قصة حب قوية رغم اعتراض والده النجم الراحل محمود عبد العزيز على زواجه المبكر، لكن مع اصرار كريم تم الجواز. تنتمي آني الرفاعي لعائلة رجل أعمال معروفة، هي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، لم تكن يوما من الشخصيات العامة أو المرتبطة بالمجال الفني على مدار أكثر من 14 عام. حرص الفنان محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الإعلام، وظهرت نادرا في مناسبات محدودة. رزق الثنائي خلال ال 14 عام 3 بنات، كندا في 2012 وخديجة في 2015 وحبيبة في 2020. رغم غياب آني الرفاعي عن السوشيال ميديا كان آخر ظهور للعيلة أثناء نزهة عائلية لقت إحدى بناته حب عائلتي. ارتبط اسم آني الرفاعي حيث حب هادئة، اختارت ان هي تعيش بعيد عن الكاميرات عن الاعلام. اسست لنفسها علامة تجارية في مجال الازياء بتحمل اسمها، قدم تصميمات كاجوال شبابية وانيقة تناسب الذوق المصري للنساء والرجال. وعلى الصعيد الفني يعمل كريم محمود عبد العزيز على تصوير فيلم طلقني اللي بيجمعه بدينا الشربيني المرة الثانية بعد فيلم الهنا اللي احنا فيه اللي عرض في ديسمبر في 2024. فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وباسم السمرة محمد محمود وهناء الشربجي ودنيا سامي وياسمين رحمي. قدر الفنان كريم محمود عبد العزيز مؤخرا مسلسل مملكة الحرير، كانت تجربة جديدة جمعت بين كريم والمخرج بيتر ميمي. الغريب ان بعد عودة كريم محمود عبد العزيز لزوجته آني الرفاعي انه لغى متابعته لدينا الشربيني، ودينا الشربيني ايضا لغت متابعته على صفحة الانستجرام. تفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته زوجته آني الرفاعي زي الفنانة داليا مصطفى اللي قالت فرحت قوي بالخبر وربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين. كتب أس ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم. كتبت الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم بحبكم قوي انتوا الاثنين ما شاء الله. انما علقت الفنانة هنا الزاهد بإيموشن قلوب، وايضا علقت الفنانة منى فضالي بإيموشن في القلوب برضه. وفي النهاية لقت الصورة تفاعل واسع جدا بين المتابعين اللي عبروا عن سعادتهم باستمرار العلاقة بين الثنائي الزوجين كريم محمود عبد العزيز وآني الرفاعي، متمنيين لهم دوام الحب والاستقرار.